في جنة امبارح في قرية صغيرة اسمها التلامسة. كان فيها شاب اسمه يوسف محمود، كانت حياته عادية لحد ما تعرض لحادث بسيط، وبعد أيام حصل له نزيف داخلي فرج الحياة. الناس كلها كانت زعلانة جدا في البلد، ومراته ما قدرتش تستحمل الصدمة وماتت في العزاء. توفت بعده بساعات. في يوم واحد راحوا هما الاتنين وسابوا وراهم 3 أطفال. الموضوع يعني كان بمثابة صدمة في البلد كلها، وكل أهل البلد حزنوا على الزوج والزوجة جدا. القصة دي فكرتني بحكاية تانية قريتها في كتاب بعنوان للجثث رأي آخر للدكتور محمد الشيخ، وهو طبيب شرعي. بيتكلم عن في قصة من القصص اللي في الكتاب عن أم كرست حياتها لتربية ابنها وبنتها بعد وفاة زوجها، ورفضت تتجوز واشتغلت في محل أحذية بسيط، وكبرت ولادها وعلمتهم وخلت المحل سلسلة محلات ناجحة. وفي يوم بعد سنين طويلة قرر محمود اللي شغال عندها يتجوز بنتها وفاء، واتجوز. ودخلت طبعا في نهاية اليوم عشان تصلي ركعتين لله، وما قامتش تاني، ماتت وهي ساجدة. خدوها على المشرح لأن كان طبعا في شك في الوفاة. والأم راحت عشان تشوف بنتها في المشرحة، قلبها وقف، ما استحملتش وماتت هي كمان. الطبيب طلع بره عشان يبلغ ابنها ان والدته واخته ماتوا. الولد كان موجود في الميكروباص، فالدكتور شغال بيتكلم معاه وبيحاول يوصل له الموضوع يعني. آه، فالولد ما بيردش خالص، فالدكتور بيعمل له كده، بيزقه في دراعه كده، فالولد ما فيش حركة خالص. بيبص لقى الولد نفسه مات. يعني الثلاثة ماتوا في يوم واحد، 3 أرواح خرجت في يوم واحد زي ما حصل في جنة. يعني كأن القدر بيعيد نفس المشهد، لكن الأسماء بتتغير والوجع واحد. قصص زي دي بتفكرنا إن في ناس بتحب بصدق، حب مش بالكلام لكن بالنهاية، حب بيوصل لآخر من نفس. الله يرحمهم طبعا جميعا، ويجمع كل قلب فقد حبيبه في رحمة ربنا.